صباح الخير بالليل على حسب توقيتكم. وصفة النهاردة بقى جديدة ومختلفة وكمان طعمها تحفة ولذيذة جدا، خفيفة قوي بتدوب دوبان، وكمان سكرها مظبوط جدا، هتقدر تاكل منها كتير من غير ما تجزع ولا تحس ان انت بتاكل حاجة تقيلة خالص. وهي تشيز كيك البطاطا الحلوة بدون فرن، سهلة وسريعة وكمان باردة. وكمان هقول لكم ازاي تعملوا طبقات متماسكة، وطبقة التشيز بدون جيلاتين هتطلع معاكم حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعة شكلها حلو قوي وطعمها بجد تحفة، وطريقتها سهلة جدا ومكوناتها بسيطة قوي. ويلا بقى جددي وبلاش تقلدي. لو اول مرة بقى تتابعوني ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نشوف هنعملها ازاي. اول مكون معانا طبعا وهو البطاطا. هنجيب بقى البطاطا بتاعتنا ونقشرها كده زي ما انتوا شايفين. والصينية اللي انا عملتها كان مقاسها 24، اخدت معايا 5 حبات من البطاطا. وطبعا تقدروا تزودوا الكمية او تقللوها على حسب مقاس الصينية او على حسب ارتفاع الطبقة اللي انتوا عايزينها. وبعد ما نقشر البطاطا بتاعتنا كلها بقى هنغسلها كويس جدا، وبعدين هنقطعها حلقات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده علشان تبقى سهلة معانا في السلق وتتسلق بسرعة جدا وما تاخدش وقت معاكم، بدل ما تسيبوها سليمة تاخد وقت طويل. حطيت بقى كوباية من المية وعليهم 4 معالق من السكر، وحطيتها بقى على النار كده. هتبدأ بقى هي تستوي معايا وتنزل ميتها زي ما انتوا شايفين كده. ودول طبعا كانوا 10 حبات من البطاطا، فانتوا لو هتستخدموا 5 بس على قد الصينية هتحطوا معلقتين سكر بس ونص كوباية مية، مش كوباية كاملة. هنهدي النار عليها بقى ونسيبها كده تاخد وتدي مع بعضها لحد ما تتهري خالص زي ما انتوا شايفين كده. مش عايزين فيها اي حتت خالص نية، عايزينها تبقى مهرية خالص. وتعالوا بقى علشان نحضر الطبقة التانية، وهي 250 جرام من البسكوت المطحون. حطيت عليه 3 معالق كبار من الزبدة السايحة، وهقلبهم كده زي ما انتوا شايفين لحد ما يبقوا شبه الرملة المبلولة كده. علشان اديهم طعم الشوكولاته حطيت عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، وبعدين قلبتهم بايدي كده بضغط عليها بتبقى متماسكه. هو ده اللي احنا عايزينه علشان تعمل معانا طبقه متماسكه من البسكوت. وطبعا ممكن لو عندكم بسكوت شوكولاته من الاول تستخدموه وتطحنوه هيبقى حلو قوي، او تسيبوها من غير شوكولاته خالص زي ما تحبوا. هبدا بقى اجيب قالب التشيز كيك واحط فيه كده البسكوت من تحت، وهبدا كده اسويه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وباي حاجه كده بقى هضغط عليه، كوبايه بطبق بغطا اي حاجه كده، هبدا اضغط عليه جامد علشان يتماسك معايا. وطبعا عملناه بالشوكولاته علشان يبقى مديني الوان كده حلوه وطبقات مختلفه. هنا بقى البطاطا بتاعتي بعد ما اتسلقت خالص وهرسناها كويس جدا، ممكن تضربوها في الخلاط كمان. جبت كوبايه من اللبن، حطيت عليهم معلقتين كبار من النشا ودوبتهم مع بعض، وبعدين ضفتهم على البطاطا وهديها تقليبه كده، وبعدين هحطها بقى على النار لحد ما تبدأ تسخن معايا. هضيف لها بقى مكعب من الزبدة وهفضل اقلب فيها لحد ما مكعب الزبدة يدوب، وبعدين هتلاقوا القوام بدأ يتقل كده زي ما انتوا شايفين. هتلاقوها بقى بدأت تبقبق كده، خلاص اطفوا عليها وكده هتبقى جاهزة معاكم. وهو ده قوامها اللي انتوا شايفينه ده. شايفين قوامها عامل ازاي؟ قوامها بيبقى كريمي زي ما انتوا شايفين كده، حلو قوي يا جماعة. هي اصلا طعمها كده حلو جدا. ممكن بقى تقدموها في اطباق وتبقى مهلبية بطاطا حلوة قوي ولذيذة. اهم حاجة بقى اول ما تنزل من على النار كده نضيفها على البسكوت على طول وهي سخنة، علشان كل ما بنستنى عليها هتلاقوها تقلت وتماسكت معانا بسرعة جدا. عايزينها تتماسك وهي على البسكوت عشان الطبقة تطلع معانا متساوية وشكلها حلو. وبس كده. تعالوا بقى علشان نجهز الطبقة الثالثة وهي طبقة التشيز. عندي بقى باكت من الكريم شانتيه البودر تقريبا 38 جرام. حطيت عليه نص كوباية من الحليب المثلج وضربتهم كده بالمضرب، ممكن مضرب كهربائي او عجان. وبعدين هنستنى بقى لما يعمل قوام متماسك كده للكريمه زي ما انتوا شايفين كده. محتاجين بقى القوام يبقى تقيل بالشكل ده، يكون عامل منقار كده وما ينزلش خالص من على المضرب. ودلوقتي بقى هنحط الجبنه بتاعتنا. انا حطيت معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، حطوا اي نوع تحبوه، اهم حاجه يكون طعمها زي طعم القشطه كده بدون ملح خالص. وتنفع كمان بالجبنه مثلثات او المربعات المتوفر عندكم. وبعدين هحط معلقه كبيره من القشطه ومكعب من الزبدة ومعلقتين كبار من السكر البودر ورشة من الفانيليا كده حطيتها في الاخر. يفضل طبعا انكم تحطوا الزبدة سايحة، بلاش تحطوها كده قطعة علشان ما تخرصش منكم في قلب الكريمة ومش هتدوب معاكم بسهولة. وده اللي حصل معايا فعلا، لقيتها كده يعني مش دايبة كويس في قلب الكريمة. بس الحمد لله قدرت اعالج الموضوع ده. وفتحت الشواية كده، حطيت الصينية تحتيها لمدة ثواني. اول ما الزبدة بدأت تسيح طلعتها على طول، عشان طبعا احنا بنعملها باردة فمش عايزينها تاخد لون من فوق خالص. فزي ما قلت لكم بقى عشان ما تضطروش للخطوة دي تقدروا بقى تحطوا الزبدة سايحة من الاول. بس اهم حاجة طبعا تكون الزبدة باردة، يعني ما تكونش سخنة ونحطها على الكريمة علشان ما تسيحش الكريمة مننا. سويت وشها كده بالسباتولا، وبعدين بقى هبدأ ازينها. جبت شوية من البسكوت المطحون كنت شايلهم على جنب كده معلقة، وبدأت كده ان انا احط على جوانب الصينية
وبعدين حطيت في النص شوية من البسكوت بالشوكولاتة، طبعا تقدروا تزينوا بأي شكل تحبوه. نطورت شوية كده من بسكوت الشوكولاتة برضو، وبعدين حطيت شوية من البيستاشيو بسيط جدا كده، وفي النص كده حطيت كريمة وعليها فراولة. بجد الألوان حلوة قوي قوي مع بعض. اهم حاجه طبعا ندخلها التلاجة لحد ما طبقه التشيز تتماسك معانا. انا بصراحه كنت عاملاها من بالليل وطلعتها الصبح من التلاجة، كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى يا جماعه الحلاوه، شايفين بقى السهوله، بجد سهله جدا يا جماعه، ما بتاخدش وقت خالص. نبدا بقى كده نفتح عليها بعد ما نطلعها من التلاجة، بنفك كده القالب بالراحه. شايفين الجمال، شايفين الطبقات، شايفين اختلاف الالوان، تحفه بجد. لون الشوكولاتة وبعديه البطاطا وبعدين الكريمة وبعدين بسكوت تاني على الحرف من فوق كده، شكلهم بجد تحفة. بجد حالة لذيذ وسهل وسريع، تقدري كمان تقدميه لضيوفك هينبهروا بيها جدا من حلاوتها وخفتها، مش هيبطلوا اكل فيها. بدأت بقى اقطع التشيز كيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى بتقطع بسهولة، والطبقات كده طالعة ماسكة نفسها وشكلها حلو. شايفين الطبقات من جوه، شايفين الالوان بتاعتها حلوة قوي. قدميها بقى زي ما تحبي، ممكن تضيفي عليها اي صوص كمان، يعني تقدميها كده او تحط عليها صوص. حطيت عليها كده شويه من صوص البيستاشيو، تقدري تحطي شوكولاته، تقدري تحطي فراوله، حطي اللي انت عايزاه او المتوفر عندك، او قدميها زي ما هي كده. بجد شكلها تحفه ومش محتاجه اي حاجه. شايفين بقى حلاوه بجد حلوه قوي ولذيذه. انا بصراحه ما كنتش قادره ابطل اكل فيها، كنت عايزه اكل الصينيه كلها. حلوه قوي يا جماعه بجد، جربوها هتعجبكم جدا جدا. وبجد مش هتصدقوا ان دي بطاطا خالص، ولا هتحسوا ان انتوا بتاكلوا بطاطا، يعني حاجه جميله جدا وطعمها لذيذ. ولو قدمتيها لاي حد مش هيقتنع ابدا ان دي بطاطا ابدا. وبس خلاص كده عملنا احلى تشيز كيك بالبطاطا، وكمان طبقه التشيز من غير جيلاتين، من غير فرن، سهله وسريعه وخفيفه. جربوها بقى واتمنى تعجبكم. لايك بقى لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا جرس التنبيهات، وكتروا الشير، واشوفكم على خير.